ثم جيت ان شاء الله باش نتعاون معك ان شاء الله. رفيقه شنو المعاناه اللي كتجار ملي كتخرج من الدار هنا، شنو المعاناه اللي كتعاني؟ اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنشكر الاخ هشام على هذه المبادره الطيبه، شكرا بزاف، الله يجازيك بخير. جيت بعيده واحد شويه على الطريق، ويعني ديك المسافه اللي خاصني نضرب على رجلي. الناس بالنسبه للناس عادي كتجيهم ديك المسافه عاديه، ولكن بالنسبه لي انا باش نضرب ديك المسافه شويه كتجيني صعيبه. يعني انت داخله في سيدي عبد الصمد بحر نداخل، يعني كتجبر واحد المعاناه باش تخرج من تما، باش تخرج الكاراتيرا وتشبر الطيكسي. هذاك الشيء اللي بغيت نوصل له انا دابا. هذيك المسافه باش نوصل للكاراتيرا، نوصل للشانطي الكبير، او نقدر نقولوا الطريق الرئيسي. يعني خصني ضروري يكون شي حد معايا، ولكن ولات مع الكلاب الضاله، مع كنسمعوا شي امور الطريق كيكون فيها مثلا في الحاشيه ديالها، يعني كتكون يعني ما كاينش واحد الطروطوار. دابا كيف جاتك الفكره باش عملتي هذا المشروع هذا وخرجتي به؟ واش غادي نقول لك سي هشام، الفكره جات يعني من قله الحاجه، ومن قله يعني من قله الشيء. انا اصلا قريت ووصلت عندي الاجازه ديالي، ولكن واش كنتمنى ان ربي يرزقنا في شي وظيفه. هذه هي الامنيه ديالنا. والو رفيقه طالبه مجرد ان شي محسن او شي واحد يشوف لها شي دار هنايا في المدينه، كاين لها شي دار هي باش هي تكون بيدها مرتاحه، تخدم على الخاطر ديالها.